مرحب برج الدلو. مرحب بكم في القراءة العاطفية والمالية من نص ديسمبر إلى نص يناير. عندك بطاقة الجلاد، كمان عندك بطاقة الأحمق والجلاد في وضع الخصم، يبقى بالتأكيد أنت بتقوم بعمل جديد أو مشروع جديد أو شيء جديد عندك. كمان عندك بطاقة النجم، احتمال الأمر وكأنه نوع من الوفرة قادم في طريقك أو الطريق اللي أنت ماشي فيه. أنا شايف النجوم ماشية بشكل مثالي مع نهاية العام. كانت سنة سيئة، كانت سنة سيئة لمعظم الأبراج. عام 2020 كانت سنة سيئة على الجميع، وكأن عام 2021 بدأ قبل نهاية العام، بدأ بدري. أنا شايف إنك عايز عمل جديد أو بتشتغل عمل جديد في 2021، وكأنك بتقول أنا موجود هنا بالفعل. عام 2020 كان مثل الحلم بالنسبة لك، كان بيشبه كابوس. كمان أنا شايف بطاقة 9 من 100، دي طاقة قوية حتى تحصل على تحقيق رغباتك. كمان أنا شايف إنه في قليل من الفوضى أو نوع من الفوضى. عندك بطاقة 7 من الأرض وعندك 4 من الأرض. أنا شايف إن في شيء هيحصل. كمان حصلت على النجم مرة تانية. أنا شايف إن في الكثير من الطاقة الثقيلة في برج الدال وفي قراءتك الخاصة، وده أمر رائع. أنا شايف كما قلت وفرة، شيء قادم في طريقك بعد فترة من نوع تأخير تعطيل. كمان عندك بطاقة الإمبراطور في الاتجاه المعاكس، وعندك 9 من الصولجانات. احتمال يكون في شخص أو موقف، شخص معين أو موقف معين قد تجد صعوبة في مقاومته. كمان أنا شايف احتمال تكون بتنتظره، احتمال تكون بتأدي لانتظار هذا الشخص. أنا شايف إنه في لحظة إضراب للتحرك. كمان عندك البطاقة الكاملة في الطاقة الرئيسية، ده بيشير إلى وجود نوع من قفزة الثقة المطلوبة في هذا الموقف، ولكن بيجلب لك بداية جديدة، سواء كان ده بقى في حالة عمل أو في حالة حب. احتمال الأمر كما لو كان إن في ملف افتتاح مثير لشيء جديد. أنا شايف إنه في شيء جديد عندك، نوع من نوع الإثارة بيتم حقنه في حياتك. أنا حاسس إنه في فضول بيشبه لو السيناريو اللي في دماغي. أنا شايفك وكأنك بتقاتل معاه في الوقت الحالي، ولكن أنا شايف كمان بطاقة البرج. أنا حاسس إنه في شيء هيخليك تتخذ قرار، هتذهب إلى الكثير من الناس، لكن دي مش معنى بطاقة البرج. في الواقع برج بتعني مفاجأة، مفاجأة يعني شيء أنت مش مستعد ليه أصلا. لكن بطاقة البرج قبلها النجم، فدي نوع من المفاجأة جيدة. كمان عندك تلك الطاقة الكاملة، ده بيعني حماسك. انت عارف، نوع من نهج متحمس مثير للفرص اللي بتنفتح لك. انت لم تكن مصرفي، لكنك كنت بتفكر في الأمر لفترة وجيزة. أنا شايف إنك بتتعلم التخلي عن جميع المرفقات. القراءة دي اتعملت يوم 10 ديسمبر، يوم 10 ديسمبر. أنا شاعر إن في طاقة مع البطاقة الكاملة، طاقة الحمل. أنا شاعر بيها. أنت بتعمل من خلال التخلي عن بعض الأشياء. احتمال كانت بتعيقك في الماضي، احتمال الأمر وكأنك تركت أي أعباء، أي إجهاد، أي مرهق، مواقف، ناس، لأنك فقط بتتساءل لماذا تحتفظ بيها؟ لماذا أتركها تؤثر المرفقات بطريقة معينة على حياتي، على مستقبلي؟ بمعنى أصح أنت بدأت تشوف مستقبلك، بدأت تشوف حياتك. عشان كده أنا حاسس أو شاعر إنك بتتخلى عن كل شيء من تلك الطاقة. أنا شايف إنه ده وقت جميل أنت واقف بقوتك. كمان أنا شايف إنه في شيء من ماضيك بيستمر في العودة مرة أخرى إلى رغبته في الشفاء في شيء معين معاك. مش من الضروري إنه يكون حبيب سابق، احتمال يكون صديق انت عارفه، احتمال يكون شخص انت عارفه بطريقة او باخرى. اخطاء، يمكن انه يكون موقف، احتمال تكون فرصة عمل كنت فيها وتركتها او ما حصلتش عليها. اعتقد انك تعلم، انت عارف انك لم تعثر عليها. لكن انا حاسس ان في بداية جديدة مثيرة رائعة بتتطلب منك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بيك. لهذا السبب عندك بطاقة البرج، احتمال تحس او تشعر انك غير مستعد الى اي سرعة. أنا شايف إن الوضع هيتغير، لأنه كان فيه مثل تأخير أو تعطيل عبر اللوحة على كل شيء. أي شيء أنت كنت بتحبه أنا شايف إنه كان فيه تأخير. يا ترى الشيء ده هينهض ويشتغل بالفعل؟ طبعا مفيش حاجة بتيجي بالساهل، لكن بمجرد إنه يبدأ نوع وكأنك بتصل إلى الأرض وبتمشي على خير. عندك طاقة الجلاد في وضع الخصم، دي طاقة مقاومة. أنا شايف إنه أي شيء أنت بتعمله محتاج منك مجهود، احتمال يكون فيه نوع من التأخير أو التعطيل كما قلت، وتم تعليق شيء معين كان من أجل النمو، كان للتعلم. كمان أنا حاسس إن فيه مؤقت رماية الوقت، احتمال الوقت قد نفد منك نوع. أنا شاعر وكأنك حاسس بالخوف الشديد في هذا القطاع أو هذا المجال، احتمال يكون غير مريح. أنا حاسس إنك شاعر بعدم ارتياح في مكانك أو بتجد صعوبة في إيجاد طريق للخروج من المواقف أو الموقف. أنا شايف إنه ده وقت يأتي في البرج
ليقترح إذا كنت لا تستطيع أنك تكرر ستجعل الأمر غير مريح لدرجة أنه يجب عليك أنك تكرر. احتمال يكون في الوقت اللي كان فيه عندك نمو كان فيه حزن، لأنهم بيشيروا إلى دموع، بيشيروا كمان إلى الدم بيتصبب عرقا. عشان كده ده مؤشر على وجود الكثير من العمل الشاق أو الكثير من الأشياء مثل البقاء، حيث كنت في الماضي. وحاليا كمان أنا شايف إنه في عمل شاق. احتمال كمان وكأنه ما كانش فيه مكافأة انت شعرت بيها، كما لو كان نوع معين فاتك، نوع من المكافآت كما كان. انا شاعر او حاسس، انا مش عايز اقول انك ضحية لان حاسس ان الامر كان كده كلمة سلبية. انا شاعر وكأنك شعرت بيها، وكأن الكون بيمنعك من شيء كان يمكن انه يكون. احتمال الشيء ده كان شديد، في شيء شديد كان منعك من السعادة. عشان كده انت كنت مهما حاولت كان في الكثير من الاستمرار، كان بيضعك في موقف معين. انت شاعر دايما انك عالق في نفس المكان. انا حاسس ان في شيء مربطك مكتفك، وكأنه في شيء معين منعك. ايه هو الشيء ده؟ انا مش قادر احدد بصراحة، لكن انا حاسس ان في شيء شديد جدا منعك من حاجات كتير في حياتك تتقى اللي انا حصلت عليها. اذا كان في شيء من اللي انا قلته ده صحيح يا ريت تكتب تعليق. كمان انا شايف انه ده السبب في وجود هذا الاصدار الكامل من طاقة البطاقة في البداية، يعني مجرد نوع من مثل التخلص من تلك الاغلال او الشيء اللي مربطك. انت بتحاول تتحرك. انا حاسس انه في شيء مكتفك. ايه هو؟ انا مش قادر احدده صراحة، ممكن نقدر نحدده قدام، لكن انا حاسس انه في شيء بيمنعك من حاجات كتير. احتمال تكون عارف الشيء ده. كمان انا شايف ان احتمال تكون سمعت اغنية او شاهدت فيلم. احتمال يكون الفيلم ده او الاغنية دي بتتناسب مع وضعك بطريقة معينة، ففي شيء في الرسالة دي ليك. لازم تعرف ان القراءة دي بدأت يوم 10 ديسمبر، يوم 10 ديسمبر، بس احتمال اتأخر في تنزيلها بسبب التركيب. يا ريت كمان ما تاخدش غير القصة بتاعتك فقط من القراءة لانها قراءة عامة. احتمال يكون كان عندك خطة سفر وتم تعليقها. احتمال كمان تكون كنت مضطر للذهاب لمكان، يعني كان في شيء عندك اضطراري كده، يعني مكان تروحه بس كنت مضطر ليه، وكأنه كان حد بيصحيك من النوم وبيقول لك يلا نروح المكان ده وكنت مضطر. احتمال يكون عمل او شيء معين وانت كنت مضطر ليه. كمان عندك بطاقة الجلاد. انا شايف انه في اختراق عندك، اختراق في تلك الجمجمة في المركز دي بتمثل التحول الاختراق. انت تعلم، انت عارف انه تقريبا مثل كل عقبة كانت في طريقك برج الدال وانت كنت بتتحرك من خلالها. يعني اتعلمت كتير بحياتك. انت اتعلمت كتير بحياتك من الشيء اللي مريت بيه او الاشياء السيئة اللي مرت عليك. بتحب انك تبعدها عن طريقك للخروج من طريقك. انا شايف انه النجاح قادم من اجلك، النجاح اللي انت بتستحقه، لانك عملت بجد، اشتغلت بجد، تعبت. انت راجل شقيان او ست شقيانة. في هذا الوضع سواء كان ده بقى في الحب في العمل هنكتشف. انا شايفك عملي جدا. انت حاسس وكأنك انتهيت من البقاء في نفس المكان. انت عايز تغير، عاوز تنتقل الى مجال جديد، الى عهد جديد كما قلت في البداية. انا شاعر وكأنك بتغلق عام 2020 مبكرا، بدري. كمان انا شايف في البطاقة اللي قدامي ان هيكون في تجديد للامل. انت بترى الاشياء بوضوح فائق، النجوم في الواقع مبطنة لتحقيق نجاحك اهدافك. انا شايف انه في الكثير من المصادر، مصادر الإلهام لإنشاء مصير جديد لنفسك. أدركت إلى أي مدى قطعت شوط طويل وتعرفت عليه. أنت مريت بحاجات كتير في حياتك، بس بدأت في الواقع تخطو إلى قوتك بسبب كما ترى أين كنت في الماضي. أنت تعلم، أنت عارف إنه كان مثل نصف نجم. أنت كنت مثل نصف نجم في منتصف الطريق. أنت الآن قادم، أنت واقف بقوتك في تلك القوة. النجاح، النجم بيعني أو معناه أساس، وفرة، نجاح، نوع من التقدير سواء للعمل أو حتى الأخبار الجيدة اللي جايلك في الطريق. أنت عارف إنك بتتعافى لأن النجوم بتشفيك أو بتعالج موقف أو رغبة في دماغك أو في بداية جديدة مع شخص. أنا شايف إنه في تسليط ضوء عليك، احتمال وكأنك منفتح. أنت بدأت في شفاء قلبك في موقف معين، حتى لو كنت ذهبت إلى وظيفة ومحصلتش عليها. أنا شايف إنها هتمشي في طريقك علاقة وما نفعتش معاك أو ما نجحتش. أنا شايف إنها هتأتي ثمارها بالطريقة اللي أنت كنت بتتأملها أو بتتمناها.
انت هتعود على حصان. الحصان اللي هيفتح لك قلبك انت مش هتغلقه. انا شايف ان في شيء غريب جدا، وكأن في شخص عم يصرخ. احتمال هتكون سعيد لانك بتصرخ من قمة الجبل، او احتمال تعرف شخص معين احتمال يكشف لك. على اي حال انا شايف ان في طاقة غريبة بس انا مش متأكد منها. بطاقة الإيروفونت. بطاقة الإيروفونت هي طاقة برج الثور. احتمال انك بترفع الغطاء عن القوة الداخلية. اذا لم تفعل احتمال يكون ده الوقت المناسب لتعرف تصحيح ابداعك او شركتك. احتمال كنت بتصرخ عنها او بتتحدث عنها. احتمال يكون تم منعك من التحدث عن شيء. احتمال يكون في مشروع او نوع من الوظائف اللي انت عارفها وخليتها سرية او ظلت سرية. لان انا كمان شايف ان في صندوق بيشبه الى حد كبير طاقة مرعبة. رقم 5 بيتعلق بالعقبات. احتمال كان في شيء بيمنعك من التحدث عن شيء معين بطريقة معينة. كمان انا شايف انه في نوع من فتح فم وصرخ من فوق السطح حتى تتمكن من الكشف عنه. احتمال يكون في نوع من الشراكة. بطاقة صاحب الإيروفونت غالبا ما بتكون بطاقة شراكة. دي كمان بتتعلق بالاتفاقيات مثل الزواج خطوبة. هذا النوع من التوافق توافق الشيء. أنا مش شاعر وكأنك بتتوافق مع عز الطاقة. أنا حاسس إن في نوع غريب جدا من الطاقة. لكن كمان أنا حاسس إن في ممارسات روحية. احتمال يكون بتمارس شيء روحي. الممارسات الروحية أنواع كتير، يعني ممكن تكون بتصلي كتير، بتذكر كتير، بتدعي كتير. ممكن تكون بتعمل قانون جاذبية، تخاطر، تأمل. ممكن تكون في طاقة سلبية عندك بتحاول تطهرها أو تنظفها مثل المس، السحر، حسد. ممكن يكون نوع من هذا الشيء. احتمال تتصل بشخص من الأقوياء أو يتواصل معاك شخص من الأقوياء. أنا مش متأكد، لكن على أي حال سوف ننتقل من تلك الطاقة. احتمال الأمر كما لو كنت أطلقت نوع من العوائق أو العقبات، وهتكون قادر على نوع معين للتقدم للأمام أو التحدث عنها، أو أطلقت قوتك عليها. العوائق دي أو العقبات أنت أطلقت قوتك عليها. احتمال إن كل شيء بيجتمع معا في طاقة الاعتدال. أنا شاعر بفوضى. احتمال الأمر كما قلت وكأنك بتدخل في بعض نوع من اللحظات الناجحة في حياتك. بمجرد إنها تبدأ في الركض أو التسريع هتشعر كأنها خارج نطاق سيطرتك أو السيطرة عليها. انت شاعر انك عارف. هي نوع مثل التخريب، فوضى، طاقة. انا شاعر انه عندك الكثير لتقوم بيه. انا شاعر ان دماغك شغالة حافظ على تركيزك على ذاتك. لكن احتمال الامر كله بيتوافق مع 8 من العملات المعدنية. انت عارف انك بتتقن لعبتك حرفتك. انت عارف فعلا نوع من العمل القطاع الاخير، وكأنك عارف كل شيء بيناسبك. احتمال كنت بتفعل نوع من الادراك او ادركت. انا شايف عندك السبع من الصولجانات معكوسة. احتمال كان في مشروع او شيء انت شعرت انه متوقف، ما كانش بيتحرك. كان في شيء عندك كان واقف، لكن اخيرا تعلم انه بيتحرك. انت عارف انه بيتحرك. انا شايف مع البطاقة دي انه هيكون في نجاح، في انتصار. كمان عندك بطاقة النجم. دي طاقة ملتوية او فوضوية. ده اللي انا حصلت عليه، لكن النجوم بتتماشى مع هذا اللحظة من اجلك. كمان عندك بطاقة البرج. دي طبعا مفاجأة. احتمال تحصل في نهاية شهر ديسمبر واحتمال تكون حصلت. انا شايف كمان عندك البطاقة الكاملة، وده السبب اللي هيجعلك تفعل بداية جديدة. دي الطاقة اللي انا حصلت عليها. انا شايف كمان انه في تغيير يكاد يكون مثل نقلة نوعية عندك. احتمال كانت مفاجأة او شيء معين بيفاجئك. احتمال تكون نوع من الافكار. احتمال يكون شيء من اجل مصلحتك العليا. بس انا شايف ان المفاجأة دي هتجلب لك على الجانب الاخر السعادة، السلام. كمان انا شايف انه في صراخ في وجه. بطاقة البرج الموجودة في الطاقة الرئيسية هي في الواقع بين الشيطان والنجم. أنا شاعر وكأنك كنت مرتبط بشيء بيمثل الطاقة اللي أنا حصلت عليها في البداية. احتمال كان في شيء كان بيعيقك، لأن بطاقة البرج بتواصل إطلاق أو بتحاول إطلاق هذا الطاقة من الشعور بإنك عالي. وعلى الجانب الآخر هي فوق بطاقة النجم نجاح باهر. احتمال في شهر ديسمبر تصرخ في وجه حد أو شخص. احتمال كمان يكون كان في شيء كان بيعيقك. كمان أنا شايف إنه في جوهرة حقيقية بيسلط الضوء عليها. شايف إنه في وضوح، في الكثير من السلام. في شيء ساطع. احتمال وكأنك صاعد، لأن تسليط الضوء فعلا على هذا الجوهر الزرقاء الهادئة فعلا. لكن كمان أنا شايف إنه في ضوء ساطع بيخرج من النافذة. احتمال وكأنك تبكي، وكأنك تصعد صعودا على السلالم.
شيء بيشبه كده أو مثل هذا القبيل. حصلنا على 9 من الماء، بتشير إلى رغبتك أو تحقيق رغبتك. بطاقة تحقيق أمنيات. بطاقة 9 من الماء طاقة قوية. انت عارف أو تعلم إن في إكمال دورة، بتشبه لحظة متناغمة فرحة. انت بتحقق كل رغبتك. عشان كده مهما كنت بترغب فيه توخى الحذر منه، لأنه هينتهي بالضبط بالطريقة اللي انت بتتمناها أو بتتأملها، لأن هذا الشيء أمامك. حسس وكأنك انتظرت لفترة طويلة أو لبعض الوقت. في هذا اللحظة احتمال تكون فعلت أو شعرت أو حسيت إنها مش هتيجي أبدا أو مش هتيجي خالص، لكنك قمت بالكثير من العمل الشاق. هنا لقد أنجزت الكثير، وكان ده الأساس، كان هو الأساس اللي قدمته على الأرض. الآن أنت بدأت في الارتفاع. بيشيروا إلى هذا حقا. الماسة بالنسبة لك الجوهرة. طبعا أنت ما انتش معايا عشان تشوف الماسة أو الجوهرة اللي هنا في الورق. في جواهر كتير وكبيرة بالنسبة للأحجار الكريمة. شايف إنه يجب عليك إنك تنجم عنها كما تعلم أو أنت عارف. احتمال تكون مررت بالكثير من التعب، المشاكل، الظروف الصعبة. مررت بالكثير من الطين. كنت عالي. انت عارف التقطيع فقط بعيدا عن اي شيء. رقائق رقائق. ثم فجأة تكتشف الماسة. انت عارف. حاسس انك بتشتغل بجد، بتعمل بجد، بتجتهد من اجلها. اصبح الامر في صالحك. الامور كلها اصبحت في صالحك. طاقة النجم المزدوجة والتسعة من المال. انا شايف انه في الكثير من النجاح. طبعا ده شهر مثير للغاية بالنسبة لك، شهر ديسمبر. طاقة قوية. عندك بطاقة السبعة من الارض. عشان كده الامر احتمال وكأن في فرصة جديدة رائعة متصلة جدا في الاستراتيجية اللي انت عارفها، تعلم انك خططت لها في هذا اللحظة. احتمال كنت على مفترق طرق واضطريت الى اتخاذ قرار. حسيت او شعرت انه كان من الصعب اتخاذ هذا القرار. لهذا السبب جاءت بطاقة البرج. لكن سبعة من الارض بتضمن نوع من اسس مالية متينة. في هذا الحالة 8 من الصولجانات العربة معناه انك بتتقدم بسرعة كبيرة في هذا الامر او هذا الوضع. لكن يوجد في الاسفل بطاقة ملك السيوف في الاتجاه المعاكس. احتمال لم تتحدثوا عما شعرتوا به حين موقف. حاسس وكأنه كان في شيء قاسي جدا عليك في الماضي، بس هو اللي خلى الامر حاليا او الوضع حاليا بشكل جيد حول وضعك او حول الوضع اللي انت فيه. الشيء السيء اللي في الماضي هو اللي خلاك كده حاليا. حاسس انه كان في شخص خطط لشيء معين، كان في ذهنه شيء معين بالنسبة لك برج الدلو. انت ابطلت توقعاته او بتحاول تبطل توقعاتهم. احتمال يكونوا اشخاص مش شخص واحد. شايف انه في القليل من عدم اللطف. انا مش حاسس بالغيرة، لكن حاسس ان هما مش عايزينك تتقدم، مش عايزينك تتحرك لقدام او توصل. الاشخاص دي او الناس دي مش عايزاك تتحرك، لكنك وصلت بغض النظر او بتحاول الوصول. حاسس انك بتحاول تسبقهم بخطوة او بتحاول ما تخليهمش ينجحوا في خطتهم تجاهك. ايا كان هما مين، اكيد انت عارفهم. بطاقة التمانية من الصولجانات معناها نجاح. بيتعلق الامر بالانسجام، وبيتعلق ايضا بوصول الاخبار ومن ثم حدوثها. تغيرات سريعة. تغيرات سريعة فعلا في حياتك. بيشبه الاتصال، العمل على الفور، العربة بجوارها مباشرة. بيعني حقا التمسك بمقعدك. شايف ان كل شيء يكون سريع. سريع في تفكيرك ايضا. وهتكون النتائج مذهلة. انا شايف انه في نجاح، فرح، مهما كان ايا كان.
مهما كان اللي بتتأمل فيه أو بتتمنى فيه أو بتتمنى الوصول إليه أو تحقيقه، أنا شايف إنه هيكون أمامك في شهر كانون الأول ديسمبر. هيتحرك في طريقك، هيكون، بس هيكون على المدى الطويل، مش سريع زي ما انت فاكر. مش النهاردة موجود زي بغدا، لا، مش هيكون سريع، هيكون شيء صلب للمستقبل، لكنه بيتطلب منك أيضا اتخاذ نوع من الإجراءات من أجل تغيير اتجاه. حاسس إنه لا يزال مرتبط بشيء من المخاطرة. طاقة العربة، طاقة السرطان، الأمر بيتعلق بالنصر، لكن كمان بيتعلق بالمعرفة. المسار اللي انت عايزه أو بتريده أو بتريد أخذه بيشير إلى 7 من الأرض مع العربة، كأنه في خيارين، لكن أحدهم فقد يتطلب منك قفزة إيمان أو قفزة ثقة. مطلوب منك أو عليك إنك تخاطر بطريقة معينة. برج الدلو، معروف عنك إنك من الأذكياء. أنت أصل جدا في أفكارك، إبداعك، روحك بتخرج عن نطاق معرفتك، فكرة خارج الصندوق. أنت بتتحرك، وهذا أمر مؤكد، لكنه بيتطلب منك التخلي عن شيء آخر، شيء آخر يسقط. عندك بطاقة 4 من الأرض، ده أساس متين، وأيضا ملكية للجمال. أنت تعلم إنك بتستحق، أنت عارف من أنت بتبني مالية قوية، بتبني أسس للمستقبل، وده كله بيتعلق بالترتيب الإلهي، كله بمشيئة الله عندما تحصل على ال4 من الأرض. عشان كده حتى لو كنت اهتزيت شوية مع لحظة البرج وما انتش فاهم السبب، الأشياء اللي حصلت معاك، السلبيات، انت عارفها على وجه اليقين. اللي حصل معاك في الماضي انت اتعلمت منه، وكان في الواقع لمساعدتك. حصلت حاجات كتير سيئة معاك في الماضي، وطبعا ده قواك في المستقبل، لكنهم أظهروا لك اللي انت عايزه، اللي انت بتريده. كما لو كانوا بيمنحوك نوع من الحياة أو من تجارب الدروس اللي انت اتعلمتها في الماضي، الحاجات اللي حصلت معاك. انت اتعلمت بحياتك كتير، لكنها بتساعدك على بناء صلب، أسس. انت أدركت انه لا داعي لهذا الخوف، لأن كل ما عانيته لن يمر عليك أبدا. طبعا ده أمان طويل لأجلك، لكن على أسس متينة، انت واقف على رجلك. دي طبعا طاقة قوية في الكثير منها. بطاقة ال5 من الخماسية من الناحية المالية، شهر ديسمبر أنا شايفك هتبذل قصر جهدك، هتذهب من قوة إلى قوة، وهذا هي الطاقة اللي أنا حصلت عليها. بطاقة نجم فوق البرج بتضيء الطريق، بتضيء الطريق إليك، أو إلقاء الضوء على الطريق للتحرك لقدام أو للأمام. لكن حاسس أيضا إن في شفاء أو لمسة شفاء. قد تضطر إلى معالجة نوع من المواقف مع شخص أو صداع أو شيء معين. حاسس إنه في استشفاء أو شفاء من أجل التجاوز. بتتحرك، قد تغلق دورة. احتمال كنت تعلم إنك فقدت الأمل في شيء معين، لكن الآن يمكنك رؤيته على الجانب الآخر. أنا شايف إنه في الكثير من الأمل. لقد غيرت وجهة نظرك بطريقة معينة، لكنك حافظت على موقفك. حصلت على قدم واحدة في الماء، ووضعت قدم واحدة على الأرض، بحيث تحس بالرضا أو تشعر بالرضا، كما لو كنت بتحاول الحفاظ على رصيدك طول الوقت. بتشبه النجوم، طاقة قوية، طاقة قوية جدا من أجلك. بطاقة ال8 من الصولجانات في الخلف، عشان كده كان الأمر محبط. انت حسيت انه مش بإمكانك التحرك، أو لا يمكنك التحرك للأمام. خسرت. انت حسيت انك عالق أو شعرت انك عالق، ونتيجة لهذا الوضع أمامك شعرت بالإحباط. انت حسيت بالإحباط ساخر. انت عارف، انت كنت تعلم انك لم تفعل. شعرت بطريقة معينة انه شخص
انا حصلت على طاقة حاسس بيها. انت فقدت موجتك الخاصة، فقدت ثقتك بنفسك، انت نفسك، او في المواقف. احتمال وكأنك كنت مشاكس هناك لفترة من الوقت. انت تعلم، انت كنت عارف انك لم تشعر بالثقة في نفسك، في افعالك. انتم جميعا احصل على هذا الطاقة. حاسس بغض النظر عما فعلته في هذا الحالة انك لم تمنح اي مكافأة، لم يمنحوك اي مكافأة حتى الان. دي الطاقة اللي انا حصلت عليها، بطاقة الامبراطور. الامبراطور معكوسة، وعندك بطاقة الموت. انت حسيت بانك عالق، او شعرت بانك عالق تماما. كانت نهاية مؤلم. بطاقة الكؤوس. في الواقع عندك الأس من الكؤوس. أنا شايف إنك هتتعارض مع هذا الموقف. بطاقة برج الحمل، وبطاقة التلاتة من العملات المعدنية. حاسس عشان كده ده بيشير فقط من أجلك. أنت تعلم، أنت عارف، أنت حسيت، شعرت إنك عالق في ركود شبك. فقدت الأمل. أنت فقدت الأمل، وكان عليك إنهاء شيء. كانت عبارة عن 10 سيوف. نهاية مؤلمة. كان في نهاية مؤلمة عندك في الماضي، لكن أنت ما كنتش عايزها فعلا. لكن أنا حاسس إن أنا اللي تعبان، أنا اللي بتألم بسبب قراءتك دي. احتمال الأمر وكأنه كان كل السيوف في ظهرك. كل السيوف كانت في ظهرك. احتمال تكون بسبب حالة عمل، واحتمال كمان تكون من الناحية العاطفية. يا ريت تاخدها على الوضع اللي انت فيه، لأن دي قراءة عامة. دي قراءة عامة، فبالتأكيد مش كلكم بتشتغلوا، وبالتأكيد مش كلكم بتحبوا. يا ريت تاخدها على الوضع اللي انت فيه. احتمال تكون النهاية المؤلمة دي تكون بسبب عائلة. انت عارف شيء معين مثل محادثة، او تمحك بشيء منك او عنك، او حسيت انه كان في نوع معين من خطوة للخلف. حاسس انها جعلتك جديد، لكن في الواقع عندما تنظر اليها مرة تانية او مرة اخرى بتدرك او بتحس انك عالق في موقف سلبي او كان سام، وقدموا لك معروف. دي الطاقة اللي انا حصلت عليها، سواء كان ده في حالة حب او حالة عمل. قدموا لك معروف في الحالة اللي انت وصلت لها حاليا. اذا كان ده في حالة حب، انا حاسس انك كنت عالي في وضع سام. كونك في الحضيض في الواقع قدموا لك معروف لترى انك بتستحق الافضل. شايف انه في بداية جديدة، ودي بداية جديدة اللي انا حصلت عليها من الكؤوس. بطاقة الكؤوس خاصة بالحب. عندما يتعلق الامر بالحب هيؤدي الى اقتراح، هيؤدي الى شيء مثير نقي سلمي، شيء حيث يركض الكأس بالماء. انا شايف انه هيكون فيه ما يكفي من الحب ليكم انتوا الاتنين. انا شايف انه هيكون فيه توازن او تناغم في الاتصال. اما بقى اذا كان بيتعلق بالعمل او خاص من ناحية العمل، انا شايف انه هيكون في نوع من الفرص اللي اتيحت لك. وضع قالب لك. انا شايف انه في شيء في طريقك، ارسال صاحب للهدايا الالهية. طبعا ده كله بمشيئة الله من الكون. عشان كده انا شايف انه في شيء قادم بيتطلب منك عرض. احتمال تضطر الى التفكير قليلا في الامر. انا شايف لانك عارف ان بعض الاشياء قد تكون نوع معين وفقا لمعاييرك، وبعض الاشياء انا مش حاسس انه في قرار. لكن عندك تلك الصفحة من طاقة السيوف العشر. من الواضح ان برج الدلو حاسس بانك فضولي بشأن المواقف. انت بتحاول تعرف كل ما تعرفه عن حياة المواقف امامك، بتتابع. لكن حاسس ايضا انك ذاهب لاجراء محادثة قوية للغاية مع شخص معين. حاسس انك بتقوم ببعض البحث حول هذا الموضوع. كمان حصلنا على طاقة سنوية.
كمان حصلنا على بطاقة السفينة. انت متضارب، يجب عليك اتخاذ قرار. احتمال تحسه انه حل وسط، لكن في الواقع هو حل وسط. حاسس بطاقة البرج؟ احتمال الامر كما لو كان الحل الوسط ده هو البقاء في مكانك، وهتفضل عالق، هتفضل هناك. ده طبعا تقليدي، البطاقة، الرقم. احتمال ترى وكأنك دفاعي. الآن ذكر أو أنثى، ليست القراءة خاصة بالجنس إنها بتتعلق بالطاقة، لكن السيوف مرسومة. أنت حاسس وكأنه في تهديد، يمكن إنها تنزل تلك السيوف. الآن لا شيء يوقفها. خلعت العصب عن عينك. عندما خلعت العصب عن عينك يمكنك رؤيتها في الواقع، في مكان هادي من الماء. كل العقبات، الأمواج الكبيرة أصبحت وراءك، كل المشاكل. طبعا ده النور، القمر في الخلف بيشير إلى حدس. تعلم إن كل هذا سينتهي للأفضل، ولكن هناك في خوف، مثل ماذا لو حدث خطأ، ماذا لو حصل كده، حصل كذا. يعني حاسس إنه في خوف. الآن بطاقة الثلاثة من العملات قد تضطر إلى صنع قرار، أو صنع هذا القرار بنفسك. احتمال إنه يكون ما عندكش دعم في هذا الأمر أو هذا الوضع، لكن يمكن إنه يكون في بعض نوع من سياسيات المكتب، أو نوع معين لا يعرف أي دعم في العمل أو في الاتصال، في اتصال رومانسي، أو كان كده من جانب واحد. فهو حقا نوع من عدم التفكير. تعرف طريقك للذهاب أو للتحرك. برج الدلو، انت عارف ايه اللي بتستحقه. انت بتستحق الأفضل. لهذا السبب بدأت هذا البداية الجديدة. بطاقة الستة من العملات بتشير أو معناها إلى إنك عارف نوع من جانب واحد. أنت عارف، تعلم إنه كان في شخص كان أناني، كنت بتكافح معاه. أنت كنت بتعطيه كل طاقتك، وقتك، لشيء لا يعطي أبدا مرة أخرى، لكن الوضع ده على وشك التغيير. بطاقة الأسمن الكؤوس وبطاقة الثروة أو عجلة الحظ معكوسة. في شيء خارج عن سيطرتك. بطاقة يد القدر، إذا كنت هتفضل في مكانك هتفضل عالق في شبك مع الأسمن الكؤوس. بتشير الأسمن الكؤوس إن في شيء قادم لزعزع تلك الطاقة، أو إنك بتزحها من طريقك. الطاقة، الانعطاف. أنا شايف إنه حظك معاك. كمان أنا شايف خمسة من السيوف في الخلف. دي بتشير إنه في أمامك شيء مثير للاهتمام. احتمال يكون في الكثير من السلام، ولكن أنا شايف احتمال الأمر وكأنه بيتطلب منك الحصول على منظور جديد، لاني حاسس انه كان في القليل من السلوك المتستر مع بطاقة الخمسة من السيوف. انا مش بحبها ابدا، مش بحب رؤية الخمسة من السيوف منتشر على اي حال. ولكن عندما افعل هذا بشكل خاص مع هذا المجموعة بكون عايزها في المنصب، يعني في المناصب او العمل. ده بيشير الى معرفتك سيصبح شيء معين عادل، سيكون في وضع سلمي بسببها. لكن هناك مثل فترة انتظار لم يتم اعطائك كل التفاصيل. في شخص ما كانش بيتكلم، ما كانش بيخبرك بكل شيء في البداية، لكن بعد ذلك هيتم الكشف عن ملك الكؤوس. صحيح في شيء انت غير امن بشأنه، شيء معين هناك. بسبب كده أنا مش متفاجئ، شيء بيجعلك تشعر بالتوتر. لكن عندك بطاقة الأسمن الكؤوس لتهز كل الطاقة، وعندك كمان الفارس، وعندك طاقة الصولجانات. في طاقتين متصلتين. احتمال يكون في نوع من المشاريع الإبداعية القادمة، من خلالها لا تدوم طويلا كما تشعر. تعاقدية فسيرة. احتمال تكون مبدع وتنتقل من نوع من العقد للتعاقد. احتمال الأمر إلى حد كبير كما لو كان في اتخاذ إجراء بشأنها أخيرا بعد فترة. أنت تعرف التقاعد عن العمل، عشان كده أنا حاسس إن في فرصة رائعة في طريقك. حاسس فعلا وكأنها جائزة، شيء فزت بيه. في شيء كأنه فزت بيه جديد مثير. احتمال يكون خاص بالشهرة أو في شهرة. الشيء اللي أنت بتعمله ده حاسس إنه في شيء أو نوع من الشهرة، واحتمال كمان يكون عالي لأنك حصلت على النجم مرتين. انت حصلت على بطاقة النجم مرتين. احتمال يكون شيء في نظر الجمهور، واحتمال كمان يكون عايز عمل مع شخص او مخرج
واحتمال كمان يكون تم تعليق نوع من العمل أو شيء مع شخص تعلم إن في شيء قادم نحوك إذا كنت مؤدي للبعض طبعا نوع، أو كنت تعرف كأنك تعمل خلف مشاهدة. طبعا ده للبعض مش للجميع، وكأنه لا يجب أن تكون دايما أمام الكاميرا، فبإمكانك أن تكون أنت تعلم، أنت عارف احتمال الأمر، وكأن النجوم بتصطف من أجل هذا المشروع ليأتي ثماره ويعني نجاح باهر. إذا كان هذا أنت بإمكانك أنك تترك تعليق، ولكن على أي حال عندك فارس الصولجانات، ودي الطاقة الأولى اللي أنا حصلت عليها، وهي فرصة لن تعوض، طاقة دقيقة. في شخص معين كان هناك، لكن الطاقة الإجمالية إذا كنت في انتظار نوع من فرص العمل لتأتي في طريقك، وكان في خيبة أمل في الماضي، أنت حاسس وكأنك على وشك الحصول عليها، أو على شيء مثير للغاية أو مثير للاهتمام. شايف إنك هتتخذ قرار أو هتتخذ إجراء بشأنها، احتمال الأمر وكأنها جائزة كما قلت. شايف إنه في طاقة سنوية، وفي شخص من ماضيك احتمال شعرته إنه لاعب، شخص كان متلاعب، أو احتمال تكون أنت اللي حسيت كده في العالم تبعك، ولم تتمكن أبدا من الإمساك بهذا الشخص. لقد كانوا دايما في حالة فرار، كانوا دايما بيهربوا، لقد جعلوك تشعر وكأنك دايما تفتقر إلى الثقة، أو كنت بتفتقر إلى الثقة، حاسس إنهم أبقوك دايما عالق، بتتساءل ماذا لو، ومحاولة جعل الأشياء تعمل، لأن عندك هذا الطاقة كأنك بتطلق نار. كمان عندك بطاقة النجم، وعندك التلاتة من العملات في الجانب الآخر. احتمال وكأنك بتأمل احتمال في شفاء، ربما في شفاء هذا، حاسس وكأنه في أعماقك ترغب في علاج الموضوع ده مع هذا الشخص، حاسس إنهم يفعلون ذلك أيضا. أنا حاسس إنهم في انتظار فرصة مناسبة، عشان كده احتمال يكونوا عاوزين التعاون معاك. أنا شايفك في أعماقك احتمال لا تعترف بذلك، لأن حاسس بكده. أنت عارف إن السيوف الوحيدة الموجودة هي السيوف الستة الموجودة في العكس. ده بيعني إنه من الصعب التخلص من طاقة هذا الشخص، لكنهم بيستمروا في الدخول والخروج معاك، داخل وخارج في العلاقة. أنت بتتمنى ده مرة واحدة. أنا شايف إنهم هيعودوا، هيرجعوا، هم عاوزين يستمروا، هيستمروا معاك فعلا، لكنهم بيظهروا كفارس الصولجانات مرة أخرى. يعني بطاقة التسعة من العصا، وكأنهم لا يستطيعون تركك تذهب. الشخص ده بيعيقك بطريقة معينة، حاسس إن ده السبب في وجود الضغط من أجل قفزة البداية الجديدة. إذا الشخص ده رجع هيلخبط لك الدنيا. عندك كمان بطاقة العالم، وعندك بطاقة العالم موجودة في الاتجاه المعاكس. عشان كده أنا شايف إنه في عمل غير مكتمل. الشخص ده لم يتعلم، الشخص ده ما تعلمش من الدروس القديمة مرة أخرى بنفس الطاقة. علي أن أعطيها لك كما هي. أنا مش هقدر أكذب عليك بشأن البطاقات أي شيء، أو بشأن أي شيء الأثمن العملات المعدنية. الشخص ده لا يزال احتمال وكأنه ما عندوش أي أمر قوي بالنسبة لك، ما عندوش أي أمر يقدمه لك، لأنه ظاهر في عكس. أنا شايف الشخص ده كما قلت إنه اتصال من جانب واحد، كأنهم مثل هنا اليوم ذاهب غدا، أو النهاردة معاك بكرة لأ. عاطفي جدا، من النوع الإبداعي، مثير إنك تكون معاهم، لكن مثل فارس العصا كما تعلم، أنت عارف إنهم بيشوفوا الجائزة ويبحثوا عنها، والجائزة اللي يحصلوا عليها ينتقلوا إلى الجائزة التانية أو التالية. ده مش بيعني إن الجائزة التالية هي شخص، ولكن احتمال بتعني إن الجائزة التالية بالنسبة لهم هي العمل، أو أنت تعلم إن عندهم فترة انتباه قصيرة جدا. وده نوع الطاقة إذا كنت بتبحث عن الحب، ده بيظهر في الحب، بينتشر. بطاقة 2 من فارس الصولجانات، إذا كنت عايز شيء صلب،
إذا كنت عايز إنك تقفز بخير، لكن إذا كنت عايز حب قوي فأنا لا أثق بتلك الليلة. بعد الآية بطاقة فارس الصولجانات وبطاقة 7 من الكؤوس معكوسة، عندك 8 من العصا معكوسة، وعندك الساحر معكوس. عندك 8 من الصولجانات في وضع مستقيم، حتى تتمكن من رؤية كل شيء من خلال هذا الشخص، أوهام هذا الشخص بأنه احتمال يكون قد عمل عليك في الماضي أو اشتغل عليك. كمان عندك قلب برج الدلو، قلبك الجميل، انت عايز تؤمن بأفضل الناس. عشان كده انت لما بتحب شخص انت عارف انك بتريد الاستمرار معاه في المستقبل، انت بتكون عايز تستمر معاه في المستقبل. اذا كانوا استمروا في اظهار انهم بيدخلون ويخرجون من الطاقة او من حياتك في البداية، تعرف عدة مرات لانك بتحب الشخص ده، انت كنت بتريد اعطائهم فائدة الشك، دايما بتخلق لهم عذر. لان السؤال ده ماذا لو كانوا، لكنك الان ترى بوضوح انت اصبحت بخير. عشان كده انتهى الوهم، انت بتتحرك. لهذا السبب بدأت هذا البداية الجديدة. هناك حصلنا على الساحر عكس. طبعا هذا الشخص او هذا الطاقة انا حاسس انهم بيحاولوا التحكم في الموقف. عندما تحصل على الساحر في الاتجاه المعاكس بتكون طاقة سلبية للغاية، تحكم سلبي. عشان كده هما بيحتفظوا بك من خلال الدخول والخروج من حياتك. احتمال يعطوك متدلي، نوع من الجزر، الطاقة. انت بتستحق الافضل، بتستحق افضل من كده. الشخص ده كان بيجعلك متشتت. انا شايف انه فيه امكانيات غير محققة. برج الدلو، انت بتستحق الافضل بكتير. عشان كده ده بيشير الى ان في الجديد، شيء جديد مثير، فرصة. طالما انك بتتخذ الاجراءات وبتتحرك الى الامام. بطاقة ال8 هناك، عشان كده انا شايف انه في حركة سريعة، تغير مع وصول نوع من الاخبار. عشان كده انا حاسس وكأنه في حب جديد قادم نحوك اذا كنت بتبحث عن الحب. لكن كمان انا شايف انه في فرصة جديدة هتأتي في طريقك. كمان انا شايف عندك بطاقة ال5 من الصولجانات في الوضع القائم. ده بيشير الى الكثير من العقبات اللي انت اتغلبت عليها. انت بتصل الى القمة هناك. كمان عندك بطاقة عربة، وعندك بطاقة القوة، وعندك إرادة ثروة. طبعا ده خارج عن إرادتك. النجوم هي المحاذاة. عندك بطاقة القمر في الاتجاه المعاكس. البعض يا ريت ما تاخدش كل حاجة ليك. البعض منكم احتمال كان بيحرك عسل أو تعلم، وكأنك تضع نوع من المعلقة في بعض العسل وبتقلب، أو أكلت عسل في خلال ال10 أيام اللي فاتوا. البعض منكم أو احتمال تكون بتبيع عسل، أو احتمال تكون فتحت التلاجة ولقيت بطرمان عسل قدامك. البعض منكم، البعض مش كلكم، يا ريت ما تاخدش كل حاجة ليك. إذا كان في حاجة من اللي أنا قلتها دي يبقى الرسالة دي ليك. عندك بطاقة ال5 من الصولجانات، فعشان كده كان الصعود ده صعب وواجهت الكثير من العقبات برج الدلو. لكن كما ترى استمريت في العمل من خلالها، وصلت صعود السلالم أو صعود الدرج. أنت تصعد، نوع من العمل في طريقك والتغلب عليه. أنت متقدم على منافسات من هذا النوع. الطاقة، المظهر، يمكن تقريبا لمس تلك اللهب. مهما كان ما تحاول فعله أو تحقيقه، أي حاجة أنت بتتمناها أو كنت متحمس لها لفترة طويلة ما كانتش بتتحرك في طريقك. أنت كنت في الماضي أي حاجة كنت بتتمناها ما كانتش بتتحرك في طريقك أبدا. أنت أخدت وقت طويل، أنت حاسس وكأنك على وشك الانتهاء، أنت على وشك الوصول الآن تماما كما نظرت إلى تلك السير. عندك بطاقة العربة، عشان كده ده بيشير إلى إنك بتتحرك للأمام أو لقدام نحو النجاح، مهما كان الاتجاه اللي أنت قررت تمشي فيه أو قررت أخذه. بطاقة العربة كمان بتدل على إنك سقطت عدة مرات، أنت وقعت عدة مرات لكنك استمريت في النهوض بغض النظر عن ما عملت عليه أو اشتغلت عليه. أنا شايف إلى أي مدى واجهت العقبات. أنت واجهت عقبات كتير، بس أنت تجاوزتها بالتأكيد.
انت على وشك انك هتكون سريع جدا. انا شايف انه امامك رحلة سريعة. بمجرد انك تبدأ المسار الجديد، بمجرد انه يبدأ، انا شايفك اخذت قفزة ايمان، قفزة ثقة، لانك تؤمن بنفسك. لقد حصلت على بطاقة القوة، طاقة برج الاسد. عشان كده احتمال الامر وكأنك تعلم انك بتحترم الرحلة اللي انت عليها. هتبدأ في النظر الى الوراء ومعرفة اين لم تسر الامور بشكل صحيح، وكأنه في سبب. عشان كده انت الآن بترى الأشياء بوضوح، بتتكشف خارج نطاق سيطرتك. ده بيشبه إرادة الحظ. عشان كده أمامك إرادة حظ. انت حاسس وكأنك تعرف مكان للجلوس، الاستمتاع بالرحلة، لأنك على الطريق الصحيح. انت بتتحرك، يكاد يكون الأمر كما لو كان بدونك، بغض النظر عن ما أنت فيه، فأنت في هذا المزيج فعلا. أنا مش قصدي إنه هيحصل بدونك، لأنك لن تكون هناك من أجل النجاح. دي الطاقة اللي أنا حصلت عليها. مثلا إذا كنت مستعد أم لا، ده هيحصل على خير، لأنك تعرف. أنت عارف إيه اللي بتستحقه. أنت تعلم، أنت عارف إنك بتستحق الأفضل. أنت واقف بقوتك، عندك تحلي بالشجاعة. أنت واثق في من أنت، واثق في أفكارك. الآن دي إرادة حظ كما قلت. بالعكس طبعا ده كله حصل بعد فترة من سوء الحظ، لكنها تبدو وكأنها طاقة سريعة جدا، لأنها تحت بطاقة العربة. استعد لهذا المفاجأة، لأنها هتشتغل. احتمال تكون جاهز أو لا. بطاقة الثمان سيوف في الصفحة الخلفية، وبطاقة العملات المعدنية في الخلف، وسبعة من العملات المعدنية معكوسة، والإمبراطور في الاتجاه المعاكس. السيوف التمانية بتشير إلى إنك تعلم. أنت عارف إنه في أمل جديد رائع. أنا شايف إنه في إصدار للهروب. أنت عارف تعرف هروب من طريقة تفكيرك القديمة، لأن السيوف عنك التفكير أو الأفكار. لكن أنا شايف إن الحرية بخير. أنت بعد فترة من الانتظار أنت تعلم إن العملات السبعة بتدور حول إنك زرعت البذور. أنت زرعت البذور بالفعل. انت انتظرت وقت طويل، لقد تحللت بالصبر، العمل الجاد، اشتغلت، تعبت كتير. انا شايف انه النجاح في متناول يدك، وكأنك كنت حابب تحرر نفسك من هذا اللحظة. بطاقة العملات المعدنية، بطاقة الأباطير معكوسة، بتشير بالنسبة لي إلى إنه كان في وظيفة احتمال كنت بتتأمل فيها، أو كان نفسك تستمر فيها، وده لم يؤت ثماره. تركك تشعر، أنا مش متأكد من شعورك، بس انت عارف عدم الثقة، لكنك قلبتها. الحظ بقى معاك، طاقة عجلة الحظ. انت حاسس بإمكانك انك تراها على الجانب الآخر من هذا الطاقة، عجلة الحظ في الاتجاه المعاكس، لأنها البداية الجديدة بخير. ده بيشير إلى نفس الشيء، البداية الجديدة بالكامل. بتاع احتمال تتطلب منك تلك القفزة، مخاطرة على خير. قد تشعر ان هذا البداية الجديدة محفوفة بالمخاطر بعض الشيء. فارس الكؤوس آتية من شخص انت عارفه. انت دايما ما بتحصلش على اي شيء بتحبه. احتمال وكأنك كنت دفاعي. اي شيء كنت بتحبه انت ما بتحصلش عليه، حتى لو وصلت له. دايما رق حتى ما توصل له. الحكاية بتبقى عاملة زي الفركش، بتنتهي. دايما كان عندك حظ سيء برج الدلو. بطاقة النافورة في الاتجاه المعاكس، آسف، في وضع مستقيم، بتدل على الكون، القوانين العالمية. قانون الجاذبية بيلعب، قانون الكارما، نوع من الأشياء دي. يمكن يكون هيحصل سواء كنت أنت أردت إنه يحدث أو لا. أنا شايف إنه في أمر في غاية الأهمية، طاقة ناجحة، إنها بمثابة اختراق. أنا عارف إنك ما عندكش سيطرة عليها. احتمال عملت إلى الأبد من أجل هذا اللحظة وما حصلش أبدا، لكن الآن هيحصل على خير. عندك ملك السيوف. عشان كده إذا كنت بتتعامل مع برج الجوزاء، ملك السيوف في الخلف، احتمال الأمر وكأنك الآن تفهم حقيقة المواقف. عشان كده هذا الشخص عائد راجع، بيريد إنه يقول حقيقته. شخص بيحس إنه كأنه قليل. احتمال يكون عاشق سابق، وكأنهم بيفكروا في الكثير عنك برج الدلو، أو في الوضع. أنا شايف إنهم بيفكروا عمليا حول المستقبل معاك. أنا شايف إن قانون الجاذبية بدأ يشتغل معاك.
كمان انا شايف كل العلامات هنا او كل الابراج، مش بالضرورة يكون برج الجوزاء. بس انا حاصل على طاقة انفصال. بطاقة الاربعة من الصولجانات في الاتجاه المعاكس، شخص انفصلت عنه، احتمال الامر وكأنه عاوز يتحدث معاك يتكلم معاك. لكن انا شايف طاقة كتمان. بطاقة فارس الصولجانات، فقط كن على دراية بدوافع هذا الشخص، ثق بحدسك بإحساسك. ده اللي أنا حاسس بيه. أنت بتقود مع الحقيقة، صدق. لكن أيضا أنا شايف إنه فيه الكثير من الحكمة. ولكن هذا الشيء أو هذا العلاقة مع هذا الشخص مخلياني حاسس بالجنون. بطاقة الخفافيش في برج الجرس، نوع مبعثر أو مبعثر، طاقة فوضوية حول هذا. عندما ألمس هذا البطاقة، عشان كده فقط كن حريص، استمع إلى حدسك إحساسك في هذا الشيء. هنا هتيجي الفرصة الجديدة. الأزمنة الصولجانات بتدور حول إنك عارف شخص جديد عاطفيا في طريقك، أو مشروع جديد، أو مشروع أنت شغوف بيه، شيء أنت عملت بجد من أجله، تعبت اشتغلت أتممته. أنا شايف إنها هدية من الكون، هدايا إلهية في التوقيت. عشان كده أنا شايفه مشتعل. أنت أفضل شخص بالنسبة لهذا الوظيفة أو هذا الشخص، احتمال الأمر وكأنه إلهي. أنا شايف دموع بتأتي بعد نوع من الحزن. قد تضطر إلى الشعور بأن عليك فصل نفسك عن موقف واحد من أجل نوع من اغتنام الفرص الكتير. بتتماشى مع من أنت. أنا شايف شيء معين مثل الجبنة المشوية، أو مثل شطار الجبنة المشوية. لا أستطيع أن أشم سندوتش الجبنة المشوية. احتمال تكون أنت. إذا كنت أنت ففي شيء في هذا الرسالة لك. شطار الجبنة المشوية البعض احتمال تكون أكلت جبنة اليوم، شيء مثل هذا القبيل. وكأنها نوع من برجر أو شيء، ولكن كلما اقتربت منها احتمال وكأنها شطيرة جبنة مشوية. أنا مش بتذوق. أو شيء مثل التوم في الفم، احتمال تكون أكلت شيء بالتوم، أو أضفت نوع من شيء معين إليها. توم جبن. البعض منكم يا جماعة، البعض، أنا بقول اللي قدامي وبس، البعض مش كلكم. إذا كان هذا أنت يبقى في شيء في هذا الرسالة لك، يبقى الرسالة دي ليك. أنا قصدي إن احتمال تكون عندك شطيرة جبنة مشوية، أو كلتها من قيمة 3 أسابيع أو من شهر. ده بيعني إن في شيء أنت بتفعله الآن وفي اللحظة الحالية. عشان كده إذا كنت أنت وبتستمع للقراءة دي مرحبا. لكن أنا شايف أيضا شيء في هذا الرسالة بيناسبك. أنا شايف إنه في الكثير من الوضوح. عندك بطاقة القمر معكوسة، وعندك كمان بطاقة الرقم 15، يبقى ده اليوم التالي القمر الجديد. عشان كده أنت هتحصل على بعض الوضوح في حوالي نص الشهر من ديسمبر حول الوضع. ثق في حدسك في إحساسك. أنا شايف كمان إنه هيكون في ضجة. لكن كمان أنا حاسس عندما تعلن عن هذا الوظيفة، أو تتكلم عن وظيفة مشروع، أو حتى مجرد اتخاذ إجراء بشأنها، احتمال تكون نقطة حركتك. كمان عندك بطاقة 3 من الصولجانات. أنا شايف إنه في توسع، طاقة رائعة ناجحة جدا. كمان عندك 2 منها في الاتجاه المعاكس، وعندك 8 من الخماسية في عكس، وعندك الكؤوس. أنا شايف إنه في شراكة. كمان عندك طاقة الإمبراطور، وعندك صفحة من الصولجانات. أنت عارف نفس الطاقة. بطاقة ال3 من الصولجانات بتتعلق بالتوسع والعمل الجماعي بطريقة معينة مع شخص، سواء كان ده بقى حاسس ان الامر بيتعلق بفريق واحد. كمان عندك 2 من الصولجانات في الاتجاه المعاكس، وده بيشير الى انك عارف انه ليس هناك المزيد من الانتظار. انا شايفك هتحصل على النتائج في شهر ديسمبر. حان الوقت الاكتشاف او الكشف عنه. انا شايف انه في 8 من الخماسية في الخلف، ده بيشير الى الطموح. انا شايف انه في طموح امامك، فقط كن على دراية بإدمان العمل. انت بتعمل بجد، بتشتغل، هاري نفسك بصراحة. انت شقيان. لكن كمان انا حاسس ان في نوع من اعمال الاصلاح. انا شايف انه في شخص من الماضي
قادم للقيام ببعض أعمال الإصلاح معاك. شخص عاوز يصلح شيء معين معاك بطريقة ما، سواء كان ده بقى حبيب سابق أو صديق أو شيء شبيه كده أو من هذا القبيل. شخص بيجعلك تفقد القليل من التركيز أو عدم التركيز. عشان كده فقط كن على دراية. كمان عندك 2 من الكؤوس، يبقى بالتأكيد في شراكة، سواء كانت شراكة بقى مع شخص في العمل أو في حالة حب طبقها على الوضع اللي انت فيه. في الواقع أنا حصلت على التقطيم. في الواقع أنا حاسس إن ده هو الحب الجديد اللي جالك في الطريق. إذا كنت بتبحث عن الجديد أو بتبحث عن الحب، أنا حاسس إن في إمكانية. أنا حاسس إنكم هتكونوا مع بعض طول العمر. إذا كان ده حب جديد أو فرصة عمل جديدة، أنا حاسس إنها هتفضل طول العمر. كمان عندك بطاقة البرج، عشان كده أنا شايف إنه في مفاجأة. أعتقد إن ده كتير. أنا شايف التمانية من الأكواب في الاتجاه المعاكس بتدل على عودة شخص. عودة شخص للمنزل، راجعين ليه، تعلموا من أخطائهم لكن عندهم توقعات غير واقعية. أنا شايف إنك ما تسمحش للشخص ده على طول، لأنه ما بيستمرش بشكل كامل في الاتصال. أنا شايف إن الشخص ده ما اتغيرش. كمان عندك العملات الخمسة، شايف إنه في مشاكل هجر مع هذا الشخص. وكمان بتشير احتمال يكون تركوك في البرد أو في الشتاء، في شهور الشتاء يعني شهر 11 12 واحد. كمان عندك العملات المعدنية التلاتة، ده بيشير إلى إنك عارف إنكم هتجتمعوا مع بعض كفريق واحد على شيء معين أنا مش قادر أحدد. كمان عندك بطاقة الملكة والعملات المعدنية. انت عارف من الناحية المالية انك هتحقق اداء جيد. انا شايف انه في الكثير من الطاقة. انا شايف كمان ملك السيوف والاربع صولجانات والتسع سيوف. الشخص اللي في الماضي ما تغيرش، ما غيرش اسلوب حياتهم، لسه زي ما هم، يعني مش هيخبرك بكل شيء. بطاقة ملك السيوف، لكن ده هيحصل منفرد. انا حاسس انك بتجيب لي بلاء جيد بمفردك. عشان كده الشخص ده هيجيلك بكأسين او هيجي اتجاهك بكأسين، مفاجأة بعض الشيء، لكن انت عايز الجديد. عشان كده انا شايف انه في مشروع جديد. حصلنا على فارس الصولجانات مرة تانية. المشروع الجديد في طريقك، فهي شراكة في الاعمال. كمان انا شايف انه في احتفال للكؤوس التلاتة. عشان كده انا شايف انه في شيء يجب الاحتفال بيه، بيتعلق بمشروع بينتظرك. كمان انا شايف انه في مضاعفة برج الدلو. احذر من الشخص اللي في الماضي اللي جاي لك. احتمال يكون كان في وضع طرف تالت. الطرف التالت ده مش لازم يكون شخص خيانة، يعني انا قصدي ممكن يكون صديق، اخ، ام، اب، شيء يعني فضلوا عليه. بس انا شايفهم في طاقة خونة. انا بسميها زي ما انا بشوفها. انت لازم تضع في اعتبارك المشروع الجديد او الشيء الجديد. كمان عندك بطاقة العدالة في عكس، وخمسة من السيوف وخمسة من الكؤوس وعربة بتتحرك، الامبراطور مقابل العشاق. شايف ان في عدالة. الشخص ده كان متستر في الماضي، كان متستر ما كانش بيتكلم. كمان عندك الخمسة سيوف، لا تثق بهذا الشخص. ده دليل الخمسة اكواب، خسارة، هاجر، انتقال، اتخاذ اجراء. احتمال يكون تركك مع عدم ثقة، احتمال يكون ما كانش واثق فيك. بطاقة القوة، بطاقة معكوسة. الشخص ده امبراطور في عكس. انت عارف، انت تعلم انه عنده عدم نضج. الشخص ده ما بيخططش لفترة طويلة، ما بيخططش للمستقبل. لكن كمان عندك العشاق. انا شايف انه في شيء جديد. انا شايف انه في اختيارين، اختيار بين شخص قديم وشخص جديد، او شخص من الماضي وشخص جديد. لكن انا شايف انها تكون فرصة رائعة. بطاقة الامبراطور، طبعا ده حب جديد قادم. انت هتتعاون معاه، انت هتفكر في المستقبل، انت هتتعامل مع العلاقة دي. انا شايف انه هيكون فيها الكثير من الاحترام. وكمان حاسس ان الشخص ده عارف اللي هو عايزه. مفيش العاب مع هذا الشخص. الشخص ده ما بيلعبش. فقط لإعلامك، لأن حصلت على هذا الطاقة السنوية من هذا البطاقة، بتدور حول كونك في إصدار لعبتك من ناحية العمل، فأنت بخير. عشان كده أنا حاسس إن في طاقة برج الحمل. أنت كقائد جريء تمتلك الشجاعة للقيام بهذا المشروع أو هذا الفرصة الجديدة. حاسس إن هناك في طاقة ريادية تقريبا. حاسس وكأنك جزء منها، منشئ، طاقة مثيرة للغاية. كمان أنا حاسس إنه عندك نوع من المؤدي، كأنك بتأدي شيء. احتمال يكون من ناحية التواصل الاجتماعي، خذها كما هي. لكن عندك تلك الصفحة من طاقة السهم، سهم واحد بتدل على مشروع جديد أو فرصة عمل جديدة.
جايلك في الطريق طاقة مثيرة للغاية هتقودك إلى مكان حاسس وكأنك بتتسلق الدرج أو السلالم. ولكن كل شيء هيبدأ بماذا لو، ماذا لو فعلت شيء مختلف، ماذا لو بدأت شيء جديد، ماذا لو خطرت واتخلصت من أي شيء أو أي شخص. ده بيعيقك، والنتيجة عشان كده كل ده يتحول لصالحك. انت ذاهب لكي تكون ناجح، ناجح جدا. انا شايف انه في الكثير من الطاقة الجيدة القادمة في طريقك. انت هتحقق رغبتك. انت عندك التسعة من الماء. اي شيء انت عايزه، اي شيء بتريده، على وشك انه يكون، على وشك انه يكون موجود، على وشك الوصول. هيكون واضح على المستوى المادي. كمان انا شايف ان في فوضى، صراع، بس شيء غير عادي. انا شايف انك سعيد بالفوضى دي او الصراع. عندك رقم 33، لما بنقللها 3 زائد 3 بتساوي 6. عشان كده انا شايف انه عدد الحب شيء فوضوي. انا شايف انه كان في شيء وحشي، لكن انا شايف انه هيكون في كشف عن حقيقة. انا شايف انه في اصالة. عشان كده انا حاسس وكأنك ترى الاشياء بوضوح، لكنها طاقة فوضوية. انت حصلت على ارادة الحظ، لكن في الاتجاه المعاكس. ده بيشير الى وقت فوضى تماما، لكن بيؤدي الى السعادة. رقم 26، لما اخذتها اعتقدت ان خدتها بالمقلوب، لكن هي في الواقع كانت مستقيمة. عشان كده من المفترض انها تكون على هذا النحو. كمان انا شايف ان في امر جديد، النجوم بتتمشى من اجل ذلك اللحظة. سعيد. عشان كده احتمال الامر وكأنه في القليل من طاقة الفوضى من حولك، لكنها تتحول للافضل من اجلك. انت نشيط جدا، متصل جدا بالكون في هذا الوقت. بطاقة رقم 15 هو عدد الشيطان. عشان كده احتمال كان في شيء بيعيقك او شيء كان مثل طاقة هوسية. كما قلت احذر من ادمان العمل، لان ده ظهر كمان حتى في قراءتك الخاصة. عشان كده التقط انفاسك، خذ قسط من الراحة، ريست، خد راحة. انت راجل شقيان او ست شقيانة. انا شايف ان كل ده يحصل بدون مدخلات. كما كان انت قمت بالعمل الشاق بالفعل، ودي الطاقة اللي انا حصلت عليها. انا شايف ان في الكثير من البذور يمكنك انك تراها. انت زرعت بالفعل انها بدأت تنمو. حان الوقت الان لاسقاطها. دع الاشياء تسقط اينما تريد. التقط انفاسك، استريح. انت تعلم ان في الكثير. القراءة دي يا جماعة بدأت يوم 10 ديسمبر، بس احتمال اتأخر في تنزيلها. انا حاسس انه في شخص قادم ليك او زائر. احتمال يكون الامر وكأنها فرصة، وانت حاسس وكأنها زائر. انت لا تتوقع هذا الشخص او هذا الموقف. الشخص ده او الموقف ده هيهبط عند باب منزلك. انا شايف كمان ان احتمال يكون شخص من الماضي انجذب اليك او الى نورك. انا شايف انه في تحول وكأنك بتلتقط انفاسك. كن متيقظ، حافظ على صحتك، كن سعيد. انت في سلام. الان كل شيء على وشك الانطلاق. عندك رقم 33، هقرأها لك بشكل مستقيم. دي رسالة للازدهار الخاصة بيك. الفوضى، الصراع، او بتقول عليها الظروف. احتمال تكون كده فوضى، ولكن كل شيء هيحدث الآن. الحقيقة بتهز الأشياء حتى تتمكن من العثور على الطريق الحقيقي إلى رخاء. أنا شايف وكأنها وقت عاصف، وتشعر وكأنه في قوة متعارضة أينما كنت. بس أنا شايف إن الأحداث اللي بتحصل لك ده أمر ضروري من أجل رخائك المطلق. شايف كمان إن أي شيء في الماضي كنت بتتمناه ما كانش بيمر عليك أبدا. حاليا الآن أصبحنا سعداء. رقم 26، لما بنختزلها أو بنقللها 2 زائد 6 بتساوي 8. ده بيتعلق بيك وبقوتك الداخلية، وقوتك هي قوة البطاقة دي. عشان كده هو بيتعلق الأمر بحب الذات، باحترام الذات، وهذا ما يجعلك سعيد. عشان كده احنا حصلنا على رسالة للازدهار، السعادة. بتقول إن هذا الوقت المناسب لتفخر بإنجازاتك. أنت بتقوم بعمل جيد في تقديم خدمة استثنائية. أنت بخير، وكأن الله بيعوض عليك. كمان بطاقة العالم بتسود الامتناء، الامتناء عليك. أنت سعيد، سعيد بنتائج جهودك، إبداعك. طبعا ده من المدهش إنك تفكر في كل ما قمت بيه. تذكر شركتك بالروح. انت بتقدر تعمل اي حاجة برجداله. دايما تفكر في كده. حافظ على اهتزازاتك او اهتزازات الطاقة الايجابية، لانه احتمال الامر وكأنك كنت بتطلب شيء وبتكون عايزه، واول ما بتبدأ فيه بتفقد الامل. عشان كده كان بيبدأ في التلاشي. يعني بتشبه التخاطر كده.
كأنك مثلا إذا قلت إنه يمكنك القيام به يبقى يمكنك القيام به برج الدلو، ولكن إذا قلت إنك لا تستطيع القيام به فأنت على حق بنفس القدر، لا يمكنك القيام به، لأنك بتخبر الكون إنك لا تستطيع فعله. كما يقول القوم برج الدلو يقول إنهم لا يستطيعون فعله، يبقى دعنا نتحرك. تذكر إنه يمكنك القيام به دايما، تذكر دايما إنه يمكنك القيام به أي شيء أنت بتعمله. دايما ما تفقدش الأمل، ما تيأس بسهولة. شيء بيشبه التخاطر أو قانون الجاذبية. أنا شايف كمان إنك حصلت على بطاقة النجم مرة تانية، يبقى في الكثير من الوفرة قدمة في طريقك والكثير من السحر من حولك. نجم البحر كمان بيشير إنه في الكثير من الازدهار في طريقك، أنت في دائرة الضوء. أنا شايف إنه في شيء أنت بتفعله، كل ما أنت شغوف به هيكون لك برج الدلو النجم هو أنت. عشان كده أنا شايف إنه في الكثير من الوضوح، شايف إنه في معجزات بتعمل خلف ظهرك، أنت هتبدأ في رؤيتها أو بدأت في رؤيتها. أنا شايف إنك هتبدأ في رؤيتها في قانون الأول ديسمبر. بالفعل طاقة النجوم دي طاقة موحدة، كل ما تتأمل في تحقيقه أو الوصول إليه أنا شايف إنه هيكون في طريقك، بيتحرك في طريقك. شكرا برج الدلو، يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وتشترك في القناة. شكرا برج الدلو.